السلام عليكم، تحياتي للمشاهدين الكرام. دوري أبطال أوروبا يطل عليكم من جديد بمقابلات حارقة. ذهاب ملحق مؤهل لثمن النهائي. مقابلات جميلة. ريال مدريد وما أدراك ما ريال مدريد غادي تخرج عند بنفيكا. ريال مدريد عند بنفيكا، وانتم كتعرفوا بنفيكا شنو دارت الريال مدريد داك الماتش الأخير اللي عليها ماركا حتى الحارس. صراحة كان ماتش زوين. بالنسبه للاحتمالات ما في كلا الكفتين بحال 50-50%. هذه المقابله اليوم مع نهار الثلاث مع 11 ديال الليل. المقابله الثانيه 8:45 ديال غالاتا ساراي والجيفونتيس. احسن فريق في تركيا غالاتا ساراي، ومن اكبر الانديه في اوروبا جيفونتيس غنيه عن التعريف. المقابله الثالثه موناكو وباريس سان جيرمان مع 11 ديال الليل. يعني غلطه الدماغ ديالي مرول. تهدن. السلام عليكم، تحياتي للمشاهدين الكرام. دوري ابطال اوروبا يطل عليكم من جديد. ذهاب ملحق مؤهل لثمن النهائي. مقابله جميله صراحه. اول مقابله غتكون ما بين غالاتا ساراي والجيفونتيس. مقابله جميله، احسن فريق في تركيا مع فريق عالمي اللي معروف هو الجيفونتيس. المقابله الثانيه مقابله شيقه، بنفيكا ضد ريال مدريد. وانتم عرفتوا الماتش الاخير ديال بنفيكا شنو دارت الريال مدريد، عطاتها العصا بالمزيان بقياده بنفيكا مورينيو الغني عن التعريف. ولكن دابا مقابله اخرى، خروج المغلوب كتولي حسابات اخرى. المقابله الثالثه موناكو ضد باريس سان جيرمان. انا مع باريس سان جيرمان، كنا نتمنى لها التوفيق، دوز مرور الكرام. نظرا عندنا واحد البطل افريقي وعالمي تما هو اشرف حكيمي، على وجهه غادي دوز باريس سان جيرمان. الماتش الرابع بروسيا دورتموند واتلانتا، يعني هذا ماتش متكافئ، اللي ربح وكان مركز راه غادي يدوز. بالنسبه اليوم الاربعاء المقابلات كالتالي: كاراباخ نيوكاسل. كنظن نيوكاسل يونايتد ما غتلقاش شي مشكل كبير مع الفرقه ديال كاراباخ، يعني فرقه مهجوره، يعني دازت بظروف ما. مهم نيوكاسل عندها افونتاج كبير انها تأهل بنتيجه مريحه. بالنسبه للماتش الثاني ليوم الاربعاء بودو غليت ضد انتر ميلانو. هاد بودو غليت ما عندناش عليه شي فكره كبيره، يعني كرويين في اوروبا، ولكن انتر ميلان راه معروفه على التاريخ، فائزه بعصبه الابطال بالبطولات الى اخره، فريق ديال الالقاب. المقابله الثالثه اولمبياكوس اليوناني باير ليفركوزن، يعني ماتش حتى هو غادي يكون قد في الميزان. ايغال اللي كان مركز ذهنيا راه غادي يفوز وهنيئا له. المقابله الاخيره وهي كلوب بروج ضد اتلانتيكو مدريد. هذا ماتش غادي يكون قاصح الخص، يعني فهموني، غادي يكون ماتش حارق. اتلانتيكو مدريد راه ما غاتبغيش تخرج، وكلوب بروج هي ما غاتبغيش تخرج. اذا غادي يعطيونا واحد الفرجه ممتعه، فرجه جميله. المقابلات الشيقه، اللي خرج الله يهنيه واللي بقى راه غادي يكمل على المشوار. وتحياتي لكم المشاهدين، واللي وصلت هنا ديرنا متابعه وتفعيل الجرس ليصله كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.